ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات كنت جايب لكم اقوى 3 اجهزة في السوق تحت ال 15,000 جنيه. تعالى بقى في الفيديو ده اعرفك على اقوى 3 اجهزة موجودين تحت ال 10,000 جنيه. وقبل ما ابدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، ويلا بينا. طبعا علشان تلاقي موبايل سعره اقل من 10,000 دلوقتي ويديك الاداء اللي انت عايزه في الاستخدام وكده، تحس الموضوع بقى صعب شوية. لكن بعد ما نفضت لك السوق حرفيا ما لقيتش افضل من ال3 اجهزة دول بالنسبة لسعرهم وادائهم. اول جهاز معانا ريدمي نوت 14، والموبايل من ساعة ما نزل بصراحة وهو معلي على كل الاجهزة في الفئة دي، ولحد دلوقتي محافظ على مكانه. الموبايل جاي بظهر وحواف من البلاستيك، والكاميرات محطوطة مع بعض في عدسة شكلها كويس بصراحة، والتصميم بتاع الجهاز عامة هادي كده وشكله هيعجبك. الموبايل وزنه 200 جرام تقريبا وسمكه حوالي 8.16 مللي. الموبايل شكله شيك ومسكته في الايد مريحة، والخامات بتاعته تعتبر كويسة بالنسبة لسعره وفي الفئة السعرية دي عامة. الموبايل جاي بزجاج امامي محمي بجوريلا جلاس الجيل الخامس تقريبا، وتصميم الموبايل عامة بالكامل كده كويس أوي. تعالى بقى نشوف شاشة الموبايل. الموبايل جايب شاشة أموليد بحجم 6.67 بوصة بدقة فول اتش دي بلس، مع معدل تحديث 120 هرتز، ألوان مشبعة جدا وسطوع عالي تحت الشمس، وتجربة مشاهدة محترمة أوي في الفيديوهات والألعاب. الشاشة بصراحة أدائها كويس أوي، وهتدعيلي لو أنت بتتفرج على فيديوهات كتير وكده. تعالى بقى نروح للأداء والمعالج. والموبايل جايب معالج من ميديا تك هيليو جي 99 ألترا 6 نانومتر مع 6 أو 8 جيجا رام، مع تخزين من نوع يو اف اس 2.2 سريع نسبيا. وأنا شايف إن أداء الموبايل محترم أوي بصراحة في الاستخدام اليومي والتنقل بين التطبيقات وكده. أما بالنسبة للألعاب فالموبايل بيشغل بابجي على 40 فريم تقريبا، وبعد التحديث بقوا 60، بس تقريبا لو شغلتها على 60 هتحس بلاك شوية. وبالنسبة لسعر الموبايل والأداء اللي بيقدمه فأنا شايف إن ده أفضل جهاز في الفئة دي بصراحة. تعالى بقى نروح للكاميرا. الموبايل جايب كاميرا رئيسية 108 ميجا بكسل، تفاصيل ممتازة قوي خصوصا لو الضوء عالي، مع عدسة ماكرو 2 ميجا بكسل وعدسة عمق 2 ميجا بكسل برضه. الموبايل صوره كويسة قوي بصراحة، وهتاخد منه أداء عالي لو الإضاءة كويسة، لكن بالليل الصور هتكون مش كويسة قوي بصراحة. الموبايل بيسجل فيديو بجودة 1080 مع 60 فريم تقريبا، لكن المشكلة هنا إن مفيش مثبت بصري، وده ممكن يكون النقطة اللي نعلق عليها في الكاميرا بصراحة. الموبايل جايب كاميرا 116 ميجا بكسل بنوتش صغير في الشاشة، وصورها كويسة ومش هتزعلك يعني. وبصراحة سعر الموبايل مخليني موافق على أي حاجة. وفي النهاية تعليق الوحيد على عدم وجود المثبت البصري. تعالى بقى نروح للبطارية والشحن. الموبايل جايب بطارية 5500 ملي، أدائها كويس أوي بصراحة، ممكن تقعد معاك 8 ساعات والشاشة مفتوحة في الاستخدام المتوسط. الموبايل جاي معاه شحن سريع 33 واط. الموبايل بيشحن من 0% ل 100% في حوالي ساعة وربع تقريبا، وساعة وربع كويسة أوي في الفئة دي بصراحة. تعالى بقى اقول لك على سعر الموبايل. الموبايل سعره بيبدأ من 9200 ل 9000 ونص للنسخة ال 128 وال 8 جيجا رام على حسب المكان اللي هتجيبه منه. وبصراحة وقبل ما نكمل انا شايف ان ده افضل جهاز معانا بالنسبة لسعره واداء. تعالى بقى نروح للموبايل التاني، سامسونج اي 16. الموبايل جايب التصميم اللي متعودين عليه من سامسونج وخلاص، بتاع العدسة الطايرين كده كل عدسة لوحدها، والتصميم شكله كويس أوي بصراحة ومنقدرش نقول عليه حاجة. ظهر الموبايل جايب الكامل من البلاستيك، خامته كويسة بصراحة، والموبايل مقاوم للماء والغبار بريتنج اي بي 54. والموبايل وزنه حوالي 200 جرام تقريبا، ومسكته في الايد كويسة مش هيضايقك يعني. خليني اقول لك ان الموبايل جايب نفس تصميم الاي 15 تقريبا، الاختلاف بس ان سمك الموبايل قل لان الشاشة بقت داخلة بالكامل داخل الفريم مش زي الاي 15. تعالى بقى نروح لشاشة الموبايل. الموبايل جايب شاشة سوبر أموليد بحجم 6.7 بوصة بدقة فول اتش دي بلس، مع معدل تحديث 90 هرتز. وخليني أقول لك إن دي أقوى شاشة في الفئة دي بصراحة، ألوانها طبيعية جدا وهتاخد منها أداء محترم أوي في مشاهدة الفيديوهات والألعاب وكده. تعالى بقى نروح للأداء والمعالج. الموبايل جايب معالج ميديا تك هيليو جي 99 مع 6 جيجا رام و128 جيجا. أداؤه ثابت بصراحة، مع السوفت وير بتاع سامسونج بيخلي الأداء سلس وفيه استقرار عالي أوي. الموبايل بيقدم أداء محترم أوي بصراحة في الاستخدام اليومي والتنقل بين التطبيقات وكده. أما بالنسبة للألعاب فالموبايل بيشغل ببجي على 40 فريم. تعالى بقى نروح للكاميرا. والموبايل جايب كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل مع اوتو فوكس، صورها كويسة أوي بصراحة والألوان مشبعة، وهتاخد منها أداء كويس أوي، مع كاميرا الترا وايد 5 ميجا بكسل مع عدسة ماكرو 2 ميجا بكسل. والموبايل جايب كاميرا 113 ميجا بكسل وبيسجل الفيديو على جودة 1080 مع 30 فريم تقريبا. وخليني أقول لك إن مشكلتي مع الأجهزة اللي معانا النهاردة كلها في الكاميرا هي عدم وجود المثبت البصري، لأن وجوده في الجهاز بيودي أداء الكاميرا في حتة تانية بصراحة. تعالى بقى نروح للبطارية والشحن. الموبايل جايب بطارية 5000 ملي أمبير، أدائها كويس أوي بصراحة، مع شحن سريع 25 واط. وخليني أقول لك إن سامسونج ما بتحطش حاجة مع الموبايل غير وصلة الشاحن بس، لكن كده أنت اللي هتشتري راس الشحن. وتعالى بقى أقول لك على سعر الموبايل. الموبايل سعره بيبدأ من 7000 ونص لحد 8000 تقريبا للنسخة ال 128 جيجا و6 جيجا رام على حسب المكان اللي هتجيبه منه وكده.
تعالى بقى نروح للموبايل التالت ريدمي 14 سي. هنا اقول لك ما تجيبش الجهاز ده الا لو كان المبلغ اللي معاك على قده، لكن لو تقدر تكمل عليه وتجيب اي جهاز من التانيين هيكون افضل ليك بصراحه. الموبايل جاي بالكامل من البلاستيك، بس ظبطة الكاميرات وشكل التصميم بالكامل عاجبني قوي بصراحه. الموبايل وزنه 200 جرام ومسكته في الايد مريحه ومش هيضايقك. تعالى بقى نروح للشاشة. الموبايل جايب شاشة بحجم 6.88 بوصة بدقة اتش دي بلس، وبصراحة دقتها قليلة قوي وكان ممكن تبقى أحسن من كده. تعالى بقى نروح للأداء والمعالج. الموبايل جايب معالج من ميديا تك هيليو جي 81 ألترا مع 8 جيجا رام ومساحة تخزين 128 جيجا أو 256، والأداء اليومي كويس لكن في الألعاب مش هيعجبك بصراحة. تعالى بقى نروح للكاميرات. الموبايل جايب كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل مع أوتو فوكس، مع كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل، والموبايل بيسجل فيديو بجودة 1080 مع 30 فريم تقريبا. الصورة هتكون كويسة بالنهار لكن بالليل مش هتكون كويسة خالص أساسا، وأكيد الجهازين اللي فاتوا أحسن منه بكتير. تعالى بقى نروح للبطارية والشحن. الموبايل جايب بطارية 5000 ملي أمبير مع شاحن 18 واط. الشاحن بطيء شوية لكن البطارية أداءها كويس بصراحة. تعالى بقى أقول لك على سعر الموبايل. الموبايل سعره بيبدأ من 6800 لحد 8000 على حسب النسخة اللي هتجيبها والمكان اللي هتجيبه منه برضه. وخليني أقول لك في الآخر إن الجهاز ده مش عاجبني خالص بصراحة، ولو عرفت تجيب واحد من الجهازين التانيين هيكون أحسن ليك بكتير. وتعالى بقى أقول لك إنك لو عايز أقوى أداء مع شاشة محترمة وكاميرا بتفاصيل عالية قوي يبقى لازم تجيب الريدمي نوت 14. لو عايز جودة شاشة أحسن واستقرار في السوفت وير وكده يبقى السامسونج A16 هيكون الأفضل ليك. وبس كده أنا خلصت الفيديو بتاعي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتكتب لي في التعليقات إيه أكتر موبايل عجبك. سلام.